مساء الخير وبرحب بحضراتكم. بحييكم من عب الزبلاوي وبنتكلم من الاخر. ما تعليش صوتك. انت المخرج؟ سبت تصليح الغسالات؟ درست ايه عشان تبقى مخرج؟ 3 2 1 بس؟ فركش يا جماعه دي في الاخر. اتعلمت ايه؟ شرب السجاير. حضرتك المنتج عارف انا حضرتك. هتحاسب على الطلبات ما عدا المعسل، حاجه الساعه والنسكافيه. طب هتحاسب على ايه؟ كل واحد دي مشروب بنص جنيه. قول 3 2 1. اي رئيس شريف هيفكر بس يقرب من اقوى المؤسسات اللي هي الفساد مش هيكمل مدته وهيتم اغتياله وتصفيته جسديا. الموضوع اصبح فوق قدرة اي حد. عندنا 5 رؤساء كلهم خرجوا بطريقة غير طبيعية. في القاهرة 70 مكان، مساحة بعضها 20 فدان، 84,000 متر. القطعة إيجارها السنوي جنيه واحد. مش كده وبس، ده مديرية الطب البيطري بعت جواب لمحافظ القاهرة بتناشده الضغط على مجزر آلي بيكسب ملايين، ممتنع عن الدفع بقاله 5 سنين. يعني المحافظة ليها عنده 5 جنيه. المحافظ متكتف لأن في عقود وشروط جزائية. لو الناس رفعت قضايا في المحاكم الدولية تكسب مليارات. خد بالك، مصر بالقضاء الشامخ والفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون الدولي كسبت قضيتين منهم طبع، وخسرت 72 قضية دولية أشهرهم وجيه سياج. للأسف أزمة مصر في بعض الكائنات اللي ممكن تشارك الذئب التهام الفريسة وتشارك الراعي في البكاء. المصالح بس هي اللي بتحرك المجتمعات. استدعاء الوطنية زي استدعاء الدين، نوع من التجارة والدجل للتغطية على الأخطاء والفشل. ما طول عمرنا بنقول النشيد، هل اتزرع جوانا وطنية؟ ما طول عمرنا بنقف تحية للعلم، هل اتغرس جوانا انتماء؟ ما أخطر من الفساد المالي الفساد الأخلاقي. قبل 30 يونيو السيسي كان عميل وخاين وخلية نايمة وإخوان وعمه عباس السيسي القيادي الإخواني، والمشير طنطاوي قال أنا ما رشحتكش. بعد 30 يونيو نفس الناس لنفس الجمهور. السيسي حلو، السيسي جميل، أحسن اختراع بعد الحلاوة طحنية، كمل جميلك واحكم مصر بدون انتخابات. هم نفس الشلة اللي ما بتستحماش. طب يقلع البدلة ويلبس مدني ويترشح، كأننا كنا بنموت وبنتعمى وبنتصاب ونهاتي ونكاكي عشان لون البدلة الكاكي اللبانة اللي على كل لسان. ايزنهاور كان جنرال، شارلي دي جول كان جنرال. محدش قال ان هتلر كان عسكري، ان موسوليني كان جنرال. الاتنين قتلوا ملايين وجابوا العار لبلادهم. واحد انتحر هو وزوجته والتاني تم اعدامه. محدش قال للفريق السيسي ان الانجليز بعد ما انتصر تشرشل في الحرب العالمية رفضوا انه يكون رئيس وزراء وسقط في الانتخابات وقالوا له انت بتاع حرب، احنا عاوزين واحد بتاع سلم. مين تشرشل؟ ده عضو مجلس العموم البريطاني وهو 30 سنة. كان وزير تجارة ووزير داخلية ووزير بحرية وكاتب وأديب وخطيب مفوه، وفاز بعدها بجائزة نوبل. أكيد الفريق السيسي عارف إن كل الأحزاب والنخب والحركات بكل أعضائها ما يجيش تعدادهم 0.5% من شعب مصر. وأكيد عارف إن عندنا 3 اخوات كل واحد منهم عامل حزب باسمه. وأكيد عارف إننا شعب هتفنا الرئيس جاب النكسة، وقتلنا رئيس جاب النصر، وصبرنا على رئيس معين 30 سنة، ويأسنا من رئيس منتخب بعد سنة. شعب عظيم. رسالتي للفريق السيسي، عندي كلمتين وبكل أدب لو سمحت. نعم، أيوة خايف أخويا. تعال أنت مكاني وقول بطاطس السيسي أغلى من منجة مرسي. لا، تعال مطرحي وأنا ألحق الفرن قبل ما يشطب.
مخنوق وزهقان، مع ان اللي يشوفك يقول مكتئب وميت اول امبارح. حاسس ان انت مش انت بعد 30 يونيو، حاسس بايه طيب؟ حاسس ان انت ابن خالتك ابن حميد وابن الحته؟ لو الشجاعه ان الواحد يقف قدام القطر يبقى عاوزين تعريف جديد للعبط. ده في 34 قناه شغالين اتجاه واحد، وان واي بالصدفه يعني. عاوزين ان انا اعمل فيها سيكرامه؟ هتنفعوني لما تقلب دراما؟ هتلموا من جيوب بعضيكم الغرامه؟ ده جمال مبارك بنفسه خايف يعتقلوه وهو جوه السجن. من بعد 30 يونيو ساب المصحف من ايده، ختم القرآن. عندي لحضرتك كلمتين بكل أدب لو سمحت. أنا كل يوم برجع خطوة لورا وبنزل لتحت. أنا المواطن الفقير اتلخبطت ودخت واتمرجحت، كفرت بكل النخب من يوم ما فتحت. عمر ما كان عندي وطن أو بلد في حضنها ارتحت. كنت محدود وبقيت معدوم وتقريبا اتمسحت، وأصبحت صايع ضايع فحت. ونزلت في يناير وسقطت النظام وافتكرت ان انا نجحت، وحلمت بكرامة وعدالة وصدقت وسرحت، واكتشفت اني خدام بس بعد ما هتفت واتنبحت. واتأكدت دلوقتي ان السلم لازم يتكنس من فوق مش من تحت.